اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامتكم يا جماعة، شنو أحوالكم؟ كيفينكم؟ لاباس؟ إن شاء الله يكون نهاركم تعدى باهي وفي أحسن حال وفي أحسن صحة جيدة. وبالنسبة لي يعني خدمت كالعادة واليوم روحت كما قاعدين تشوفوا فيها. نحيت لقيت معونات معناها باش نغسلهم شوية متاع الصباح مش برشا، وباش نطيب الفطور. قعدت اخمم شنو نعمل برا. قلت نعمل مقارونه جاريه فيها شويه خضره سفناريا وحمص وشويه كلافس وشويه وبصل وكل شيء. ونعمل عندي شويه كبده، قلت نعملها كيل قلايه زعره معناها كيل كمونيه، وسلطه بالطبيعه هذيك لازمه كل ليله. وكهو عندي برشا دبش، كل يوم نغسل في الدبش ونحط اللي يشيح اللي ندخله ونحطه في السيستو ما طويتوش، لازمني نمشي نقعد نطويه. اي على بركة الله. قلت خلينا نبدا نحضر في العشاء. كالعادة هو اللول ديما العشاء. حطيت البصل يتقلى والطماطم والملح، مرقت شوية نخليهم يشكشكوا في الزيت، ومن بعد ما يتقلاو مليح نرى نزيد الفلفل الأحمر، وبعد نمرق نصب الماء. وبعد ما نصب الماء هي مقارونة جارية بالخضرة ما فيها شيء، نرمي فيها شوية فلفل الأكحل وشوية بسباس مرحي، وبعد ما تغلي نرمي المعدنوس والكلافس والثوم وشوية فلفل هروس وكل، ونخليها تغلي للي تجيبك الحمص المبلول وتهبى الخضرة شوية، ومن بعد تالي نرمي المقارونة الجارية. وأما متاع مديتك الكبدة من بيت الثلج، حطيتها تبرد شوية تتحل في الماء شوية باش نحطها، مش باش نعملها زعرة معناها في شوية زيت وكركم وملح وفلفل أكحل وكهو، ونحطها تتقلى. وهذيك هو معناها. قلت خلي نعمل عشاء خفيف ليه ونمشي نطوي الحوايج ونرتاح روحي شوية، خاطر بالرسمي تعبت معناها كل يوم نفس الريتم، وكل يوم بريسك نقعد للعشرة في الكوجينة. ما فيها باس ساعات نخفف نهير على نهير، نخفف على روحي شوية. هنا كملت معناها حطيت العشاء وما طلبش برشا وقت، ومديت قطعت السلطة ذيكي لازمة سلطة باش نغسل الخضرة ونقطع السلطة ويعني بريسك عشاء سلطة معناها، حتى المقارونة صارت تكوني متعشتش منها. هنا جوست نمرق الرد للمقارونة ونخليها ونبدأ نقطع في السلطة. كل يوم هذاك هو معناها هذاك الريتم هذاك الحال معناها. جوست الواحد يدخل يبدل حوايج ويتلفت الكوجينة شنو يعمل شنو ما يعملش. هذاك هو ما إننا نخدم مش عنا نعمله. مش كما اللي يخدم كما لا قاعد في الدار معناها. يبدأ قاعد في الدار أنا من الصباح يقضي في عقله يطيب الفطور، كان مش يطيب وجبة ولا زوز يبدأ عامل حسابه من الصباح يبرمج يطيب في عقله ويرتاح. يعني بصراحة ما نحبش راهو تطيب الليل، كي نبدأ مرتاحة في الويكاند اللي نطيب فطور نعمل حسابي منه فطور منه عشاء، نطيب معناها نطيب وجبة برك واللي يفضل يتعشى. فهمت؟ تبقى بحكم الخدمة مغصورين. هذاك هو كي نروحوا نطيبوا وكاو هو ديجا منه عشاء منه فطور. اليوم غدوة نهزوا معانا فطوراتنا في الخدمة وكل. دونك هي من الوضعية بالمقلوب شوية، أما أرتاح كمان خير من اللي تقعد في الليل معناها في الليل نقصد 6 ل5 بعد 5 العشية وانتي طيب. المهم هني حطيت مرقت وحطيت فوحت طنجرة خليتها باش تغلي، وباش نبدأ نغسل ومديت قشرت كعبات ثوم باش نرميهم، ونرمي طرف فلفل هروس باش نقصهم جويدين. في العادة يعني الثوم ندبكو في المهراس، اما كي تبدا هكا مقارونه جاريه ميساش نقصو صغير جويد هكا ونرميه يفوح ما يقلقش. مش برشا هما معناها حكايه 3-4 سنينات ثوم نقصهم جويدين برشا ونرميهم في الطنجره يغليو معاهم، سايبوا الفيحه نتاعهم مع الكلافس مع المعدنوس. بعد نرمي لها شويه سفناريا شويه لفت جرار كان عندي، تجي مقارونه جاريه بنينه. وهنا ما نحيروش مش كل يوم الواحد باش يطيب الدجاج باللحم
هنا كل نهار وقسمو كيما نقولوا فيها كهو. معناها الواحد يتحايل مع الدنيا ويتبع ظروفه كهو، معناش حل اخر بريتو. هنا قطعت البصل باش نبدا للكبده كيما تشوفوا فيا، وحطيت كسرونة الكبده من غادي. قطعت البصل حطيته يشكشك في الزيت ورميت عليه الكبده وفوحتهم كيما قلت لكم بشويه كركم وفلفل اكحل وملح وخليتها تغلي. ما فيه شيء الكبده، ومرقت لها شويه مي وخليتها تطيب وكاو في ساعه تيبين في شيء. قلت بما اني مقرونه جاريه ما فيهاش اللحم، خلي نعمل شويه قليه كبده يحبوا يعديوا بها. وشنو اخر لا اله الا الله. باش نبدا نقطع في السلطه، باش نغسل الخضره نتاع السلطه ونبدا نقطع فيها. وهذاك هو معناها هذايا روتين تاع امس معناها في العشيه كي روحت كيفاش. بكل عاده معناها فما الحق امس ما خدمتش الماشينه، ما غسلتش الحوايج. في العاده كل يوم نغسل اللي تيخولي، البارح ما غسلتش خاطر الدبش ديجا تل تعبى ونستنى فيه يشيح للدبش هذاك، وعندي ديجا برشا دبش محطوط ماهوش مطوي معناها مش مطبق هكا. قلت نطوي الدبش هذاك نشد بلاصتو وغدوه هروبولو نعاود نغسل معناها وكهو. هنا قعدت نغسل في الخضره، من بعد فقت بروحي مش مدوره الكاميرا، باش ندور الكاميرا تشوفوني نغسل في السلطه نغسل في المعونات وركحتك المعونات، وبعد بديت نغسل في الخضره. والله برغم اللي عندي لافيسيل ما مش ديما نستعملها، خاطر كي تيحوا هكا معونات شويه نقول شويه باش نحل عليهم لافيسيل زيد، دونك خلي كي تتعبى معناها تولي عندي برشا معون. وهو كان نجملهم الكل تتعبى لي، اما اني هاني نبدا نسقط في روحي سورتو على قصان الماء، نخاف لي يقص الماء ويقعد لي كيك معناها هكا. شنو عاد هنا اللي تيحوا نغسلهم بيديا وكهو شو باش نعمل. والاكثريه في الويكاند ساعات نجمل من الصباح للعشيه ونحطهم يتغسلوا خاطر يجمل لي وتلقاه الماء مازال يمشي. اما هكا نروح 5 6 تلقاني نزرب ونخاف لي يقص الماء هكا. علاش هني كملت غسلت المعونات باش نمد نغسل الخضره نتاع السلطه نقطعها كالعاده معناها الخس والليتو والسفناريا وطرف بصل وطماطم ونفوحها. بصراحه نحس روحي كان ما نعملش سلطه كاين ندير شنو نقصني، وليت ديما سلطه. ساعات نبخل ونقول تو كل يوم مانيش نقعد نقطع في السلطه، اما نقول من بعد نخمم نقول انيش باش ناكل كي نطيبش السلطه، ودونك لازمني نعمل سلطه خاطر ما نحبش نتعشى في الليل، دونك لازمني نعمل سلطه. مش نعمل فريجيم ولا حاجه، اما كيك تعود ما عادش ما نتعشاش في الليل، مغلب الوقت ما نتعشاش. كان كي هكا نبدا جيعانه ولا يشهيوني دونك نولي ناكل معاهم. حاسيلو هنا بديت نحط في الخضره تتغسل وباش نحطها في الكوربيت تستقطر، وبعد نبدا نقطع في طرف السلطه ونفوحها كما باش تشوفوني بكي العاده والعوايد. هذا بصل بديت غسلت حتى البصل حضرته معناها قصيته كهو معناها نهارنا كيك. راهو هذاك هو اللي يخدم ديما يروح هاو طيبه وصغارها وراجع لهم دوسهم هاو طبق الحوايج هاو كل حاجه الحمد لله. وكهو معناها اللي تعملوا المراه في النهار وهي قاعده في دارها، احنا كي نروحوا العشيه نعملوا الفرق الوحيد انه هي في النهار تاخذ راحتها توتولون لا جورني وطيب في عقلها وما تقعدش في الليل حايسه وفي الليل تتمد ساقعه قدام التلفزه. احنا لا، صدقوني يوميا الريتم تاعي هكا. وان بلوس من الكوجينه نمشي لبيت النوم بحذا الصغار كيما باش تشوفوني بعد شويه باش نمشي لبيت النوم بحذا بيا، هي تقرا واني نطوي في الحوايج ونراجع لها ونشوف شنو ناقص شنو زايد شنو كل حاجه شنو ما عندها شنو ما عندهاش وكهو. ومن بعد نرقد التلفزه ميم با نغزر لها معناها جمله وتفصيل ما نحلهاش اصلا ما نلوش شنو فيه. بالك شي في رمضان الواحد يرجع يتفرج شويه على التلفزه ساعات الحمد لله. وكهو الحمد لله. هنا نغسل في الخضره وناكل باهيه. راهو الالياف الورقيه ذي باهيه قد ما تاكلوا منها باهي ونافعه للبدن.
الحاصل هنا باش نكمل نغسل الخضرة معاكم، وبعد باش نبدأ نقطع فيها. تو تشوفوني والله روتين معناها متاعنا ديما كيك، راهو ديما معناها سامحوني معناها مرا روتينها في النهار تعمل ما تسيق وتمسح وتطيب الفرق الوحيد انه واني في وسط الجمعة معناها مسحاني ولا قضيتي حد الكوجينة، معناها نلم الكوجينة خاطر ديما المشي والجاي فيها، ديما العفس فيها، الماكلة فيها، هكا كل يوم نلمها الكوجينة. الدار الحق مسنستهم الصغار ما ياكلوا ليش في الدار، دونك الدار ديما ما تتمسش، ديما تقعد نظيفة من جمعة للجمعة نغسلها نمسحها ولا شنو. هانا جوست نطوي الحوايج ولا الصباح كي نجيو خارجين ننظموا فروشاتنا ونطويو العباين وتقعد منظمة. الصالة اصلا ديما منظمة خاطرني ما نسهرش فيها كاريمون كما قلت لكم، نمشي طول للبيت بحثة بيا، حتى ولادي كل حد الكبار شادين بيتهم، بيا وادم في بيتهم، وحتى راجلي يقعد على الاورديناتور في الكوجينة بحذايا يمشي يشد بيته ويحل التليفون. دونك معناها الصالة صدقوني ما تتمسش نهار كامل ما تتمسش. هنا قعدت نقطع في السلطة باش نكمل نقطع الخضرة نتاع السلطة كله، ومن بعد تالي نفوحها كما قاعدين تشوفوا، ومن بعد نحطوا العشاء نتعشاو ونلم الكوجينة كالعادة، ومن بعد تالي ندخل للدار. تو تشوفوا معايا كيفاش عندي برشا دبش مش مطوي باش نطويه، خاطر مكمريتو الجمعة دي كلها ماهيش طقس مش سخون، معناها برد ومطرف للجمعة وفخر الجمعة والطقس بارد باش ما يشيحش يقعد كل على بعضه كيك ليلي يجمل برشا حوايج. مستانسة كل ليلة كي ندخل دبش هاني نطويه ويشد بلاستو. الجمعة دي الحق تجملي هاني باش نطويه كل الليلة، وكل حد نحط له دبشو في طاقه باش نرتاح، معناها ما يبداوش يلوجوا وين كالسيتي وينك الحاجة يبدا هنا دبشهم كل في بلاصتو. هنا قطعت سلطة كل، واخر حاجة نقطع في نقدي سفناري نعملها بهذيكي باش تجيني هكا جويدة وطرية، منحبش نقصها بالسكينة سفناري هكا تظهر لي خير. ونفوح السلطة ونكون هكا كملت عشانة، كملت ما لازم عشانة كل حضرته كما قاعدين تشوفوا، وكهو وننتقل للبيت لمهام أخرى. ديما الزوجة عندها برشا مهام، المرأة التونسية عندها برشا مهام. حاسيلو هنا كما تعرفوا تفويحي السلطة زيت وفلفل أكحل وملح وقارص، ونخلطها الكل بداية وتطلع سلطة فيها قد ما تاكل منها ما تشبعش. هنا كملت السلطة فوحتها، والكبدة ديجا طابت طفيت عليها، جوست المكرونة جارية خليتها مازالت في الاخر قريب تطيب وكهو قريب تكمل ما عادش برشا، وهكا نكون كملت عشان الليلة والحمد لله والشكر لله. وبعد تعشينا حطينا كسليطة وكل مكرونة الجارية وكل كبدة وتلمينا على العشاء وتعشينا، واللمة راهي ديما باهية في كل شيء، معناها ماذا بيك ديما تلموا صغاركم على الطاولة، تتلموا انتم على الطاولة، فك الوقت بتاع اللمة ذاك تبدأ الأحاديث والنكت وكل واحد يحكيش عدى نهار وش عمل. بالحق معناها تحسوا رواحكم تفرهدتوا وكل شيء، كل واحد يسمع الاخر كيفاش عدى نهاره، وساعات تجي النكتة وساعات تجي الفدلكة، وهذاك هو معناها هذاك يزي من التلفزة ومن التليفونات والحاجات اللي معناها بالرسمي معناها تحسها ولات امور لازمه معناها ولات امور ضروريه اكثر من الحياه اليوميه نتاعنا. الحمد لله وكهو نحاولوا ديما نتلموا وديما نحكيوا مع بعضنا، ما خير شكا من الحوار والحديث ونعرفوا كل حد شنو عنده وشنو مشاغله وشنو صار معاه. وكهو الحمد لله وكهو باش نقولوا اخر.
هنا قريب نكمل، وكما قلت لكم باش نمشي للبيت باش نخمل الدبش اللي عندي برشا 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 دبش مش مطوي. نقعد في بيت بيا، هي تراجع وديجا عندها ديالوج تحب تعمله بالعربية، قعدت نعاون فيها عليه وراجع لها وأمن تو نطوي في الحوايج. وكهو معناها عدينا بقيت الليل كله كيك اللي كملت طويت الدبش، وبعد ما طويت الدبش وشد كل حاجة بلاصتها عاونتها هيك، حكيت معاها حاولت نسهل لها خدمتها شوية، عاونتها في الديالوج ومن بعد رقدنا وكهو. هذا كيفاش معناها بالحق كي نقول لكم راني التلفزة ما نغزرلهاش في وسط الجمعة، ما نغزرلهاش. الحمد لله وكهو على كل حال مش مشكل. اني ما لوش ياسر على التلفزة بصراحة. الاوقات اللي نتفرج فيها كي نبدا هيك متفاضية ومرتاحة وما عندي ما نعمل نحل نشوف، سينو ما لوش ياسر على التلفزة. هكا في جاي رمضان نتفرجوا في التلفزة كما العادة، ونتلموا على الطاولة والعشاء قدام التلفزة وكل شيء. وتو تشوفوا معانا جو رمضان، وتو نتمتعوا مع بعضنا بأجواء في رمضان، مش في بجو برك. الحمد لله على كل حال، وربي بلغنا رمضان سالمين معافين، وإن شاء الله نكونوا من صيامه إن شاء الله ربي يتقبل منا وكهو. هنا كما قلت لكم كملت العشاء، تعشينا والحمد لله، ومشيت للبيت بحذا بنتي هي تقرأ على البيرو، هاني تلفزة قدامها ديجا حاطين تلفزة احنا في بيت بنتي. هوكا ساعات نبدأ قاعدة هي تراجع وين نتفرج شوية. وساعات مش توا لما حالة البرنامج محطوط هي اللي حطته مش هاني اللي حطته. منيش لاهية بالتلفزة جملة واحدة، يعني حاطة قدامي قدس باش هاك متروفية نطوي فيه، نطوي ونحط في جنبي على الفرش، وبعدش نهز نحطه في بلاصتو، ومن طبعا نتناقش ونحكيو في قرايتها راجع لها في دروسها. قاعدة غادي تقولوا شنو هذيك بيت نوم بنتي، هي عبارة لي سوبربوزي، معناها الفرش فوق فرش. هي بنتي وولدي الصغير يرقدوا بحذا بعضهم. بون صغير بون أصغر واحد معناها في اخواته يرقدوا فرد بيت، هي اللوطة وهو الفوق، وعندي زوز الولاد الكبار يرقدوا في بيت أخرى وحدهم، الآخرين فرشتهم ماهمش سوبربوزي بما انهم كبار. اما هذه خاطر البيت ضيقنا فيها باش كبرنا الصالة متاعنا، هكا علاش عملت فيها ديلي سوبربوزي، والبيرو بقلصها بكلها بالدروج الاسكالية تطلع له. توا مرة نصورها لكم كي نعمل الميناج بتاع الدار. وتوا ما بقالي كان نقول لكم تصبحوا على خير، وان شاء الله ليلتكم زينة، وان شاء الله في موعد آخر وفي يوميات أخرى. ليلتكم زينة.